انا اقول اللعيبه شبعوا اضواء وفلوس كمان. يعني انا ما ادري وجهه نظري، المره دي انا اقول صراحه الدوله ما قصرت، اتحاد الكره ما قصر، رئيس جديد لاتحاد كره القدم، المدرب لمنا قلنا يمكن يتحمل جزء من المسؤوليه، لكن الى متى؟ انا اقول للاعبين بكره تشوفوهم، انا دائما ارددها اقول أسد علي وفي الحروب نعامة، مع الاحترام والتقدير. يعني أنا هذا اللي أشوفه الجيل الجديد من لعيبة المنتخب السعودي. تشوفوا نعامة هنا وأسد بكرة، بعد كم يوم يرجع الدوري شوفوهم كل هذول كلهم بدون استثناء أساسيين واحتياطيين، ولو جاء غيرهم مع الاحترام والتقدير حتى اللي قاعدين في أنديتهم الآن وما جو، لو جو ما حيسووا شيء، لأنه اللاعب السعودي بطبيعته في السنوات العشر الأخيرة غير، يختلف، صار يفكر في حقوقه ولا يفكر في واجباته أبدا. وكرة القدم في عصر الاحتراف وكرة الاحتراف طالما في عقد هناك حقوق وهناك واجبات. اللاعب السعودي قبل لا يدخل الست شهور الأخيرة طالعوا ارجعوا شوفوا وادرسوا كل اللعيبة، يبدأ يفكر هل حياخذ 5 مليون ولا 4 مليون، ويقعد شهر شهرين وهو يناقش أو يفاوض نادي على نص مليون، ينسى التمارين، ينسى المستوى، أهم شيء عنده النص المليون. ومعروفين اللعيبة، وأنا يعني عايشت وعشت مفاوضات لأندية كبيرة عندنا مع النجوم الحاليين، يتفرغ اللاعب طول سنة كاملة ويفكر كل تفكيره حول الملايين اللي ياخذها، 6 ملايين 5 مليون، ومن حقه، ولكن هل بيقدم؟ أنا لما ناخذ لي حقوق أنا عندي واجبات، خذ إن شاء الله 100 مليون، إن شاء الله تاخذ زي كريستيانو رونالدو اللي أخذ 92 مليون باوند، ولكن أنت إيش بتعطي؟ الجيل السابق ذا جيل الهواية، جيل العمالقة اللي جابوا بطولة آسيا وتأهلوا لكأس العالم مرات وفازوا حتى بطولة الخليج، إيش كانوا ياخذوا؟ كانوا زي لعيبة الكويت الآن. هنا الفرق. يعني أنا أبغى أقول صراحة رأي شخصي، الدلع والغرور والإهمال وحتى العنجهية أحيانا، شوفوا اللي هذا لا قدم ولا أعطاه، يعني المفروض يستحي على نفسه ويمر كذا. لا يعني يا أخي اعتذر حتى للمراسل، اعتذر، مغرور ولا مبالاة. يا أخي أنت إيش قدمت للبلد؟ والله ما احترام، والله ما احترام. الدولة لم تقصر، أعطت منحت كامل الحرية. اتحاد كرة القدم ليش ألوم اتحاد كرة القدم؟ ليش ألومه؟ بالعكس جاء اتحاد جديد، أحمد عيد جاء وما قصر. إيش ألومه في إيش؟ اللي يلوم الإعلام، احنا إيش لا قصرنا ولا شيء، بنناقش، بنرفع معنويات، بنكتب، بنتوقع. أمس كلنا حتى اللي ما هو متوقع فوز المنتخب السعودي قال المنتخب السعودي، لكن اللاعب لما يغيب الإحساس مع الأسف الشديد